ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. بقالي كام يوم مريحة، ماليش نفسي اعمل اي حاجة، مش عارفة ليه. بس قلت اعمل معاكم النهاردة حاجة سريعة وهتعجبكم ان شاء الله بطريقة سهلة جدا. هي الشاورما الفراخ. هتجيبي معاكي طاسة او صينية اللي هتعملي فيه، تحطي فيها كام معلقة زيت كده محترمين، وتكوني جايبة الفراخ طبعا بعد ما غسلتيها كويس جدا ونشفتيها، قطعتيها طرنشات او مكعبات صغيرة اللي تحبيه. تنزليها في طاسة سخنة وتفرديها كده، ما تقلبيش فيها كتير، تسيبيها بس دقيقتين. بعد كده هتلاقي لونها بيغير زي ما انت شايفة كده، اللون الابيض. قلبيها عشان تاخد لون من الجنب التاني لحد ما كلها تبقى اللون الابيض اللي انت شايفاه ده، وتشربت المية بتاعتها. انا بحط هنا فصين 3 توم كده مهروسين او متقطعين، بتدي تست حلو قوي في الفراخ. بعد كده بحط التوابل: معلقة ملح صغيرة، معلقة كمون صغيرة، فلفل اسود، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، وزعتر، كل دي معلقة صغيرة. سوري. وتقلبي بقى، بتديكي تيست حلو قوي. عفوا. لما بتحطي بتديكي تيست حلوة جدا. سوري، اسفة، معلش. بعد كده بحط معلقة صويا صوص غامق او فاتح. بعد كده بحط معلقة باربيكيو او سراتشا او هريسة شطة، او اللي هو الكاتشب، يعني اللي متوفر عندك الموجود. ممكن دبس رمان. بتفرق معاكي قوي لما بتحطي التوابل على الفراخ كده وتشوحي فيها شوية قبل ما بتحطي البصل والحاجات دي. مجرد ما بتشمي ريحة التوابل، ممكن تحطي بهارات فراخ لو حابة كمان تزوديه، مفيش مشكلة خالص. هنا بقى بتقطعي البصل جوليان زي ما انت شايفة كده وتقلبي، وبحط نص كوباية مية زي ما انت شايفة كده. وبعدين اوطي عليها العين شوية، ما بخليهاش عالية، واغطيها. وبعد 10 دقايق كده بص عليها زي ما انت شايفة كده، اتشربت المية. هي خلاص على فكرة مش بتاخد وقت في السوا نهائي خالص يعني. اول ما تلاقيها اتشربت معاكي كده خلاص، انا كنت بشوفها استوت. تحطي بقى ربع كيلو فلفل رومي على حامي، براحتك بقى. عايزة فلفل الوان، فلفل اخضر، المتوفر عندك. مش عايزة الفلفل الحامي شيليه، بس بيدي تست حلو قوي. هنا بعد 5 دقايق تقليب، شربت مية بتاعتها كلها اللي نازلة من البصل والفلفل. حلوة جدا، هتعجبك قوي ومش بتاخد وقت نهائي خالص. بعد كده بقى شوية بقدونس محترمين، دي اخر مرحلة خالص بعد التسوية، عشان البقدونس بعد كده ما يتبلش معاكي ويبقى شكله مش لطيف، عشان يبقى شكله حلو كده ومخضر معاكي في الساندوتش. وبس كده، ما بتاخدش وقت نهائي. تجيبي بقى سندوتشات براحتك، عايزاها جنب مكرونه، جنب رز بسمتي، تحطيها في عيش تورتيلا، في عيش كريب، براحتك واللي يليق عليه واللي انت تحبيه يعني. هما كانوا عايزينها كايزر كده، حاجه سريعه يعني. تحطي بقى في الساندوتش بتاعك شويه كاتشب، شويه مايونيز، وتحطي بعد كده وتقدميهم بقى بألف هنا وشفا. ممكن تحطي بقى جنبهم بطاطس محمره، حاجات كتير قوي تليق عليها. انا كنت عاملاها سندوتشات كده بس، حلوه قوي وسهله وسريعه، متاخدش وقت. هتعجبك ان شاء الله، جربيها. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.